برنارد لويس المعروف تاريخيا بمهندس تقسيم الشرق الأوسط والدول العربية إلى دويلات صغيرة ضعيفة على أساس عرقي وطائفي ومذهبي في سبيل تحقيق حلم دولة ما يسمى إسرائيل الكبرى والسيطرة على الأماكن الغنية بالنفط والثروات الطبيعية. المستشرق والمؤرخ برنارد لويس كان صاحب أول مخطط لتقسيم المنطقة العربية، وصاحب نظرية أن الاستعمار للشعوب العربية نعمة تخلصهم من آفة الجهل والتخلف التي زرعتها الأديان السماوية ولا سيما الإسلام. هو أستاذ بريطاني أمريكي لدراسات الشرق الأوسط، تخصص في تاريخ الإسلام والتفاعل بين الدول الإسلامية والغرب، وتشتهر أعماله بالأخص حول تاريخ الدولة العثمانية، وهو أحد أهم علماء الشرق الأوسط الغربيين التي طالما سعت إليه السياسة انتهت مسيرته بكونه سياسيا أكثر من كونه عالم. ولد في 31 من مايو عام 1916 لأسرة يهودية من الطبقة الوسطى في لندن. اجتذبته اللغات والتاريخ منذ سن مبكرة، واكتشف عندما كان شابا اهتمامه باللغة العبرية، ثم انتقل إلى دراسة الآرامية والعربية، ثم بعد ذلك اللاتينية واليونانية والفارسية والتركية. تخرج عام 1936 من كلية الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة لندن، وتخصص في التاريخ وبالتحديد تاريخ الشرق الأدنى والأوسط، وحصل على الدكتوراه بعد 3 سنوات متخصصا في تاريخ الإسلام. أثناء الحرب العالمية الثانية خدم لويس في الجيش البريطاني في الهيئة الملكية المدرعة وهيئة الاستخبارات، وبعد الحرب انتقل برنارد لويس إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أصبح يعمل كأستاذ محاضر بجامعة برينستون وجامعة كورنيل في السبعينيات، وحصل على الجنسية الأمريكية سنة 1982، كما حاز على العديد من الجوائز من قبل مؤسسات تعليمية أمريكية لكتبه ومقالاته. يمتد تأثير لويس إلى ما وراء العمل الأكاديمي، فهو باحث رائد في التاريخ الاجتماعي والاقتصادي للشرق الأوسط، ومعروف ببحوثه الشاملة فيما يخص الدولة العثمانية، وله مكانة علمية كبيرة في الغرب كمستشرق وباحث في شؤون الشرق الأوسط. وقد برز اسم برنارد لويس بقوة عندما وضع أول مخطط مكتوب ومدعم بالخرائط لتقسيم المنطقة العربية، حيث وضعه في عام 1980 في أعقاب تصريحات أدلى بها مستشار الأمن القومي الأمريكي برجيسينكي. قال فيها إن المعضلة التي ستعاني منها الولايات المتحدة الأمريكية من الآن فصاعدا هي كيف ستسعر نيران حرب خليجية ثانية تستطيع من خلالها تصحيح حدود سايكس بيكو في المنطقة. وتعود مؤامرة سايكس بيكو إلى 100 عام مضت، وتحديدا إلى عام 1916، حين قررت كل من بريطانيا وفرنسا تقسيم إرث الدولة العثمانية وتفكيك الدول الإسلامية إلى عدة دول. وفي هذه اللحظة كلفت وزارة الدفاع الأمريكية برنارد لويس لوضع مخطط التقسيم، ومنذ هذا الحين وهو مدرج على رأس السياسات المستقبلية للولايات الأمريكية المتحدة. وجاء في هذا المخطط تقسيم 18 دولة عربية إلى مجموعة دويلات صغيرة تعيش إلى جانب دولة إسرائيل الكبرى بين قوسين. وقد ظهرت مصر في خريطة الشرق الأوسط الكبير مقسمة إلى 4 دويلات، دولة تضم سيناء وشرق الدلتا تحت النفوذ الإسرائيلي، وثانية مسيحية عاصمتها الإسكندرية. أما الدولة الثالثة فهي الدولة النوبية، وتضم القرى النوبية في جنوب البلاد إلى مناطق مستقطعة بجنوب السودان لتكون عاصمتها أسوان، إضافة إلى دولة رابعة إسلامية عاصمتها القاهرة. أما العراق فمقسمة إلى 3 دويلات، هي دويلة شيعية في الجنوب حول البصرة، وأخرى سنية، وثالثة كردية تقتطع أراضٍ إيرانية وعراقية وسورية. سوريا أيضا كان لها نصيبها في خرائط التقسيم، حيث قسمت سوريا إلى 4 دويلات على أساس ديني ومذهبي، وهي دولة علوية على امتداد الشاطئ، وأخرى سنية في منطقة حلب، وثالثة سنية أيضا في منطقة دمشق، ورابعة درزية في الجولان ولبنان. وقد بدأت إرهاصات ذلك التقسيم تبدأ بالفعل بسبب القوى المتناحرة على الأرض، والتي قسمت بموجبها سوريا إلى مناطق حكم للنظام السوري، وأخرى للمعارضة، وثالثة لسيطرة داعش. أما السودان فقد تحققت رؤية برنارد لويس في تقسيمها،
حيث انفصل جنوبها في عام 2011 بعد استفتاء شعبي. وما زال إقليم دارفور يسعى للانفصال منذ اشتعال النزاعات به عام 2003 على خلفيات عرقية وقبلية، ليحقق كامل مخطط لويس في تقسيم الدول إلى 3 دويلات. أما شبه الجزيرة العربية فظهرت في الخرائط، وقد تم إلغاء الكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان واليمن والإمارات العربية من الخارطة ومحو وجودها، بحيث تتضمن شبه الجزيرة والخليج 3 دول فقط، هم دولة الإحساء الشيعية، وتضم الكويت والإمارات وقطر وعمان والبحرين، ودولة نجد السنية، ودولة الحجاز السنية. ومن أهم ما جاء على لسان لويس يلخص موقفه، وبالتالي موقف الإدارة الأمريكية من المنطقة التي يريد تقسيمها: إن العرب والمسلمين قوم فاسدون مفسدون فوضويون لا يمكن تحضرهم، وإذا تركوا لأنفسهم فسوف يفاجئون العالم المتحضر بموجات بشرية إرهابية تدمر الحضارات، ولذلك فإن الحل السليم للتعامل معهم هو إعادة احتلالهم واستعمارهم وتدمير ثقافتهم الدينية. والآن بعد أكثر من 30 عاما على ظهور خرائط الشرق الأوسط الكبير ومخطط برنارد لويس، أصبح العالم الإسلامي والعربي في خطر حقيقي، فلم تعد هذه الخرائط ضربا من الخيال وإمعانا في نظرية المؤامرة، فبعض الدول قسمت بالفعل كالسودان، وأخرى على شفا الانهيار لا قدر الله مثل سوريا. فمتى تستيقظ الأمة؟